خلينا ندخل في صلب الموضوع على طول. في سؤال مهم قوي بيطرح نفسه، وهو ليه ناس كتير قوي بتشتغل وتتعب وتعمل اللي عليها وزيادة وفي الآخر بتفشل؟ ليه المجهود ده كله بيروح على الفاضي؟ الصراحة الإجابة ممكن تكون صادمة لناس كتير. أول حاجة محتاجين نتكلم فيها أو بالأحرى نهدها تماماً هي الخرافة اللي كلنا تقريباً اتربينا عليها. خرافة إن الشغل الجامد والمجهود الجبار لوحدهم كفاية عشان الواحد ينجح. بس لأ، الحقيقة أعقد من كده بكتير. بصوا على المقارنة دي هتوضح كل حاجة. الخرافة بتقولك إيه؟ إن النجاح هو مجرد شغل كتير وخلاص، لكن الواقع حاجة تانية خالص. المعادلة الصح هي صبر زائد استمرارية. الفكرة كلها إن ناس كتير بتبدأ بحماس رهيب، بس أول ما النتائج تتأخر شوية أو يحسوا إن محدش مقدر تعبهم بيستسلموا. الفرق بقى بين دول والناس الناجحة إن الناجحين بيكملوا حتى لو مفيش أي نتيجة باينة قدامهم. تمام، يبقى احنا كده حطينا أساس العقلية الصح. طيب ايه بقى الاستراتيجية الفعلية اللي نمشي عليها خصوصا في مرحلة العشرينات؟ الفكرة كلها بتتلخص في حاجة واحدة: التركيز على بناء المهارات، مش السعي ورا وظيفة أو مسار مهني واحد وثابت. وهنا صلاح أبو المجد بيقول جملة بصراحة بتلخص كل حاجة. بيقول: ما تحاولش تبني كارير في العشرينات، حاول تبني ترسانة من المهارات القابلة للبيع. الجملة دي ممكن تكون عكس كل النصايح اللي سمعناها قبل كده، بس في الزمن اللي احنا فيه ده هي دي النصيحة الأهم. طيب، يعني إيه أصلاً ترسانة مهارات قابلة للبيع؟ يعني إيه الكلمة الكبيرة دي؟ الموضوع أبسط من كده بكتير. هي ببساطة شوية مهارات أساسية ومرنة، زي مثلا البيع، التسويق، مهارات التواصل. دي مهارات بتفضل قيمتها عالية جدا مهما سوق الشغل اتقلب حاله. بالظبط زي ما جيف بيزوس بيقول، في حاجات الناس هتفضل محتاجاها على طول، والمهارات دي واحدة منها. طب اشمعنى العشرينات بالذات؟ ليه التركيز على الفترة دي مهمة قوي؟ لسبب بسيط جدا: دي فترة التجربة، الفترة اللي مسموح فيها بالغلط، لأن تكلفة الغلطة بتكون أقل بكتير. وكمان خلينا نكون صراحة، في السن ده الواحد لسه ما عندوش بيانات كافية عن نفسه وعن الدنيا عشان ياخد قرار مصيري زي إنه يختار كارير واحد يكمل فيه باقي حياته. ده غير طبعا إننا عايشين في زمن الجيج ايكونومي، أو زي ما بنسميه اقتصاد الشغلانات الحرة، اللي كل حاجة فيه بتتغير بسرعة، والمهارات هي طوق النجاة الوحيد اللي بيخلي الواحد يعرف يتأقلم. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ايه المفروض نعمله: نبني مهارات. نيجي بقى للسؤال الأهم: ازاي؟ ازاي نتعلم المهارات دي صح وبشكل فعال؟ في مقولة مشهورة بتقول: الفنان الكويس بينسخ، الفنان العظيم بيسرق. المقولة دي وراها فكرة عبقرية عن التعلم. بدل ما كل واحد فينا يبدأ من الصفر ويحاول يخترع العجلة، الأذكى بكتير إنه يبص على اللي نجحوا قبله ويعمل زيهم. التقليد في الأول وملاحظة الناس الشاطرة ده أسرع طريق ممكن يوصل أي حد للإتقان. والكلام ده مش نظري خالص، شوفوا قصة صلاح أبو المجد نفسه مع مهارة الكلام قدام الناس. القصة بدأت بإنه كان بيترعب حرفياً يتكلم قدام شخصين بس، لكنه عمل لنفسه خطة بسيطة. قال: أنا كل مرة هحاول أتحسن 1% بس، وبعد 100 محاولة هبقى كويس. طب بدأ إزاي؟ راح قلد لغة جسد ممثل اسمه جيمس سبيدر، عشان بس يبقى عنده موديل أو نموذج يمشي عليه في الأول. ومع الوقت والتكرار والممارسة واحدة واحدة بقى عنده أسلوبه الخاص بيه. يعني التقليد كان هو السلمة الأولى مش المحطة الأخيرة. طيب، كل الكلام الجميل ده عن الاستراتيجيات والمهارات عامل زي العمارة العالية، محتاج أساس متين عشان يفضل واقف. والأساس ده هو ببساطة العادات اليومية. هي دي اللي بتضمن إن بناء المهارات ده يستمر على المدى البعيد. في حكاية صغيرة كده بس معبرة جدا عن كاظم الساهر. تخيلوا كاظم الساهر اللي حياته كلها ونجاحه كله قايم على صوته والغنى. سألوه مرة: ممكن تستغنى عن الغنى ولا عن الجيم؟ الإجابة كانت غير متوقعة بالمرة. قال: ممكن أقعد شهر مغنيش، بس مستحيل أفوت يوم جيم. ده بيدينا فكرة إن الصحة البدنية للناس دي مش مجرد رفاهية، لأ، دي هي حجر الأساس اللي كل حاجة تانية بتتبني عليه. وفي تشبيه قديم بس عبقري بيقول: الجسد مطية العقل. يعني إيه؟ يعني الجسم هو المركبة اللي العقل راكبها. لو المركبة دي تعبانة ومتهالكة، العقل مش هيعرف يوصل لأي حتة. جسم سليم وقوي هو اللي بيساعد العقل إنه يبقى في أحسن حالاته. لكن العكس مش صحيح، يعني لو العقل كويس والجسم تعبان، المنظومة كلها بتقع. عشان كده الاهتمام بالصحة مش اختيار، ده هو أول وأهم استثمار في طريق النجاح. نيجي لتاني عادة أساسية: التعلم المستمر. وهنا لازم نفرق كويس قوي بين حاجتين: الدراسة اللي ليها وقت وبتخلص، والتعلم
اللي المفروض ما بيخلصش طول ما الواحد عايش. بصوا حواليكم، صعب جدا، يمكن مستحيل نلاقي شخص ناجح ومستمر في نجاحه وما بيتعلمش كل يوم حاجة جديدة، سواء بالقراءة أو بأي شكل تاني. التعلم ده هو بالظبط اللي بيخلي الواحد يسن المنشار بتاعه عشان يفضل دايما حاد وجاهز لأي تحدي. الرقم ده 800. عارفين ده رقم إيه؟ ده عدد الفيديوهات اليومية اللي اليوتيوبر المشهور كيسي نايستات نزلها ورا بعض من غير ما يقطع يوم واحد. 800 يوم. ده بيورينا قوة الروتين والانضباط عاملة إزاي. النجاح الحقيقي طلع مش في الخبطات الكبيرة اللي بنعملها مرة كل فين وفين، لأ، هو في الحاجات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم، كل يوم، من غير توقف. طيب بعد كل ده خلينا نلم كل الخيوط دي في بعض ونطلع بالخلاصة بالمعادلة النهائية للنجاح في العصر اللي احنا فيه. المعادلة زي ما احنا شايفين ليها 3 أركان أساسية ما بتتجزأش. الركن الأول العقلية، ودي معناها الصبر والاستمرارية، وإن الواحد يفضل شغال حتى في الأوقات اللي ما فيهاش أي تقدير أو نتيجة. والركن التاني الاستراتيجية، ودي إن الواحد يبني لنفسه ترسانة مهارات متنوعة ومرنة بدل ما يحبس نفسه في مسار وظيفي واحد. وأخيراً الركن الثالث وهو التنفيذ، وده بيحصل عن طريق العادات اليومية الصغيرة والانضباط، المجهود البسيط اللي بيتكرر كل يوم. لما التلاتة دول بيجتمعوا مع بعض، هنا بيحصل النجاح الحقيقي اللي بيكمل. وفي الآخر لازم نفتكر إن كل الكلام ده ملوش أي قيمة لو فضل مجرد معلومات بنسمعها. القوة الحقيقية بتبدأ من أول خطوة في التنفيذ. عشان كده السؤال الأهم اللي محتاجين نخرج بيه من هنا هو إيه أول مهارة هتبدأ تشتغل عليها من النهاردة؟